عملنا قبل كده الناجتس وشفناه وكان جميل جدًا، وبسبب إن هو جميل جدًا عملناه تاني زي ما سامعين القرمشة، عملناه تاني بس بطريقة تانية، كيلو من البطاطس وقطعتها تقطيع عادي جدًا أكننا هنقليها، وحطيتها دلوقتي كيلو إلا ربع حبيت إن أنا أسلقها، وربع كيلو بس إن أنا أقليها نُص قلية، وبرضه السلقة مجرد غلوتين يعني مش بتاخد دقيقتين على النار علشان ما تتهرِّش مننا، حطيت بس شوية صغيرين من الملح وخلاص. وخلّيت ربع كيلو من البطاطس وهو ده اللي قليته نُص قلية، الطبيعي إن إحنا بنعملها كلّها على بعضها الكمية اللي إحنا عايزينها بتبقى كلّها نُص قلية، بس أنا حبيت برضه أشوفها اللي هي المسلوقة وحبيت أخلّيها هي الكمية الأكبر، وهنقول دلوقتي إذا كانت أنهي واحدة فيهم الحلوة. هاعمل دلوقتي الcover حطيت كوباية من الدقيق ونُص كوباية من النشا وحطيت ملح وكمان بابريكا وبهارات البطاطس، بس هي ال3 مكونات دول بس، وبجد طعمها حلو جدًا بعد ما عملنا القوام بتاع الcover وخلّصنا خلاص الcover هنحطها دلوقتي في زيت غزير وفي نفس الوقت بيكون سخن جدًا ومش بنوطّي عليه. طيب نعملها مقلية والّا نعملها مسلوقة؟ بصراحة أنا جرّبت الاتنين ولقيت الاتنين ما تختلفش حاجة في الطعم، يعني وأنتِ بتاكليها مش هتحسّي إن أنتِ بتاكلي بطاطس مقلية، لأ حاجة جميلة كده ما يعني طعمها مختلف تمامًا ما لهاش دعوة بالبطاطس خالص، عايزة تعمليها مقلية اعمليها، عايزة تعمليها تسلقيها الأول اسلقيها، أنا ما حسّيتش باختلاف من جمالها. بصراحة أكنِّك ما بتاكليش بطاطس مقلية خالص، خالص. أنا عملت كيلو من البطاطس، كيلو البطاطس ده عمل لي قد إيه؟ لأ عمل لي كمية كبيرة، يعني اللي أنا عملتها وكنت يعني حاطاه في بداية الفيديو ده كان أصلًا نُص الكمية، تمام؟ هتلاقي قدّهم تاني موجودين، يعني عاملين كمية كبيرة جدًا، جدًا، فحلو يعني الكيلو البطاطس حلوين جدًا، جدًا، بس هتلاقي نفسِك إن أنتِ عملتِ خلطة تاني يعني بدل كوباية الدقيق تعملي كوبايتين دقيق وكوباية كاملة من النشا، وبكده خلصت وصفتنا وأتمنى نشترك في القناة.